ايش بقبوق مي هون؟ يا صب مي ماشي ماشي افتحوا ايوه اعملوا حاج اعملوا حاج نحافظ على الهدوء اذا سمحتوا واحترام للجنازه. نحافظ على الهدوء احترام للجنازه لو سمحتوا. الله يرحمه ويخلي لنا اياكم. الله يخلي الموجودين، الله يرحمنا الموجودين. سلامتكم 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 يلا حبايب يلا سلام يا شباب السلام عليكم. خلينا اياكم خلي الجميع اسم نقطة حطها نزلوا ايديكم شوي شوي حبايبي الله يعجبكم جميعا خلينا اياكم ولا يرحمكم الله يسهل عليكم خلينا اياكم جميعا كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وجد وأمن وأنعم وبارك بجلالك وجمالك على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرام، من أطاعه السيف والقلم عالي الهمم مليح الشيم معدن الفيض والجود والحكام، سيد الأنام مصباح الظلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد، فزده يا ربي كرما وشرفا ورفعة ومهابة وإجلالا وتعظيما. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين. رحم الله من نظر فاعتبر وأمر فأتمر وزجر فازدجر ولمثل هذا الحق المبين انتظر. انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب، الحكم لله الواحد الوهاب. معكم جنازة شاب من أهل التوحيد والإيمان والحقيقة والبرهان، مندرج بالوفاة إلى رحمة الله الملك الديان، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه بمنه وكرمه فسيح الجنان. إنه رؤوف منان متطاول بالمانة والإحسان. الصلاة على هذه الجنازة الحاضرة أثابكم الله، فسبحان الدائم الباقي الحي الذي لا يموت. نويت أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 4 تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل، مستقبلني كعبة الشريفة إماما نويت الله أكبر. سمعنا وأطعنا وللحق اتبعنا. نويت أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 4 تكبيرات فرضا كفاية لله عز وجل، مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا. نويت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راضين مسلمين. السلام عليكم ورحمة كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بالأمس حل القضاء كما قدر المولى سبحانه وشاء، وسلم ابن العم الغالي صافي روحه إلى خالقه، وعادت الوديعة إلى صاحبها الكريم المنعم راضية طائعة مذعنة لأمر رب السماوات والأرض إثر حادث طرق مروع أودى بحياته. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نهز الفقيد صافي أمير هنو من العمر 25 ربيعا، وهو ثاني والديه من البنين. كان صافي الابن البار والخلوق، الابن والأخ الأصغر المدلل، وروح بيت العم أبو بشير أمير هنو. كل من عاشره أحبه وآخاه، لأن
لأنه بطيبته وخفة ظله وأدبه تمكن من القلوب وأسرها. عمل ابن العم صافي في شركة هواتف خليوية بكل جد ونشاط، وذلك كي يساعد والديه على إتمام تشييد منزله، أملا بعقد قرانه في السنة القادمة على خطيبته ابنة الأخ أبو عمير نور عمار. فسبحانك اللهم على ما قدرت، شاءت إرادتك الحؤول دون ذلك، ونحن راضين مسلمين متكلين عليك وملتجئين إليك، فارحمنا يا أرحم الراحمين، ألهمنا الصبر والسلوان، الحمد لك على ما أعطيت وأخذت. المشيعون الكرام، في الأشهر الأخيرة كان العم أبو بشير وأهل بيته وأنسبائه ورفاقه في ذروة تحضير وتهيئة بيت ابنه البكر بشير، على أمل تأهيله بداية شهر أيار. وكان صافي السند والعون لأخيه بشير، مشاركا إياه، واعذروني إذا مشاركا إياه بكامل جوارحه فرحته وسعادته في التحضير ليوم زفافه. فقد كان صافي الطيب، الأخ الطيب المعطاء، الأخ الرؤوف الحنون بشير بن عمير. رغم رحيل صافي فنحن وأصدقائك وأصدقاء صافي نعدك رغم الفاجعة والحزن والأسى أن نكون صواف من أجلك، فكلنا صافي لك ولبيت العم أبو بشير. المشيعون الأفاضل، قال بعض الحكماء: توكل كل التوكل ولا عذر في التوالي، وتوقع كل التواقي ولا حارس من الأجل، واطلب كل الطلب ولا تسخط ما جلب القدر. الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر. الحمد لله الذي جعلنا من الموحدين وعدل بنا عن سبيل الجاحدين، المحمود على جميع الحالات، المأمول عند الملمات، المستجار به من البليات. كلمة رجال الدين الشيخ أبو حسن موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على حكمه وقضاه الذي لا مرد له ولا معبود سواه، سبحانه المحيي والمميت، وهو على كل شيء قدير. شيوخنا الأجلاء الأفاضل والمشيعون الأكارم، لقد حكم القضاء والقدر أن نجتمع اليوم في هذا الموقف المأساوي الحزين الأليم لنودع جثمان شاب من خيرة شبابنا، الشاب الطيب الخلوق صافي أمير هنو، ابنا لأبوين كريمين ولعائلة كريمة. صافي الذي تركنا مبكرا وجعلنا نأسف على فقدانه ونتعزى بذكره الطيب. لقد كان فقيدنا إنسانا متواضعا خلوقا مهذبا، يعامل الناس ببشاشة وتقدير واحترام، ويتعامل مع الجميع بأدب ودماثة أخلاق، طيب السمعة حسن السيرة، معروفا من خلال فترة حياته القصيرة التي قضاها بيننا بين أخوته وغيرته، كريم النفس طيب القلب، خلوقا سموحا ذات النوايا الحسنة. إخواني، نحن طائفة تؤمن إيمانا مطلقا بالقضاء والقدر، واتكالنا على الله سبحانه وتعالى متناه، وفي أصعب الظروف وفي أشد المحن وفي أحلك الأوقات نحمده تعالى على كل ما يحدث لنا ونتكل عليه. في ظل هذا الموقف الأليم ونحن نودع المأسوف على شبابه صافي ونواريه الطلاب، علينا جميعا أن نتعاون ونعمل من أجل الحد من ظاهرة حوادث الطرق وتقليصها في مجتمعنا. إنما يجري على الطرق وفي قرانا من مخالفات ومجازفات ومنازعات بين السائقين مدهش ومقلق. نقف أحيانا مذهولين مما نشاهد من تصرفات مزعجة من أحد السائقين، وهنا أقول أن اللوم يقع علينا جميعا. أيها المشيعون الأفاضل، الوضع بحاجة لإرشاد وتوعية. الثمن الذي يدفع والدم الذي يسفك على الشوارع يجب أن يلقى حلا ويواجه بصرامة وصراحة وإصرار،
لذلك أتوجه إلى الأهل أن يحذروا الشباب من مغبة السرعة والسياقة الطائشة وإرشادهم إلى الطريق الصحيح. وإلى شبابنا الأعزاء نقول: ارحمونا ارحمونا وارحموا أهلكم واشفقوا عليهم. وفي الختام أتقدم بأحر التعازي القلبية وأخلص المشاعر وأجمل المشاطرة والمواساة من الأب الثاكل الأخ أبو بشير أمير والأسرة الكريمة، وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الراحل برعايته وأن يشمله بعطفه وحنانه، وأسأله تعالى العوض بسلامة حضراتكم جميعا، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، فإن لله وإنا إليه راجعون. العلي العظيم، المشايخ الأجلاء، المشيعون الكرام، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العظيم. انتقال الراحل الغائب الحاضر صافي أمير هينو إلى جوار ربه إثر حادث سير مفجع أليم وقع كالصاعقة على أهالي جولس، مسقط رأس شيخ الجزيرة المرحوم الشيخ أبو يوسف أمين طريف والمنطقة بأسرها. المشيعون الكرام، أخي أبا بشير والد الفقيد، جئنا نعزيكم، فنحن أصحاب العزاء بكل ما في الكلمة من معنى. فتدمع العين حينما نتذكر السلف الصالح، كيف لا وأهلنا أنتم. رحم الله العم أبو دوخي نايف هنو وأنجاله أبو نايف وأبو زياد، الذين بنوا هذه اللحمة على أساس متين لتستمر إلى أبعد مدى. المشيعون الكرام، نسأل الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويصبغ عليه كريم عفوه ورضوانه، ويلهمكم وكافة أفراد العائلة الصبر والسلوان. رحم الله الفقيد وطيب ثراه، وجنات الخلد جعل الله مأواه. إن لله وإنا إليه راجعون. דברי הספד ממנהל אגף בחברת אורנג', מנהלו של ספי, ליאור זעפרן. בבקשה. ספי הינו היקר, הצטרפת אלינו לפרטנר אורנג' לפני כ3 שנים, הצעיר שבחבורה, וכבר מהרגע הראשון הובלת את הצוות שלך, הן במדדים האיכותיים והן במדדים הכמותיים. ספי, היית יד ימינו של מנהל האזור אליאס חביב, והיית האיש למשימות מיוחדות. תמיד הבאת דוגמה אישית ומודל לחיקוי. היית מאוד מקובל ואהוב על חבריך לצוות, כולם אהבו אותך. היית דמות אנושית מובילה בכל אגף המחירות בפרטנר אורנג'. אנחנו עמומים מהמקרה הזה ולא נשכח אותך לעד. יהי זכרך ברוך. المشيعون الأجلاء أهالي القرية، أثابكم المولى عز وعلا على مشاركتكم إيانا مصابنا هذا، مبتهلين للمولى عز وجل أن لا يريكم وإيانا مكروه بعزيز إلى أمد بعيد. نبتهل للخالق الرحيم أن يلهم ذوي الفقيد ويلهمنا الصبر والسلوان، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أهل القرية، نتوجه إلى كل صاحب مناسبة من أهل القرية أن يستمر في ذلك دون حرج أو تأخير، لأنها سنة الحياة والحمد لله الواحد الوهاب. الرجاء أخذ الخاطر بعد بالمقابلة بعد رفع الجنازة. أمل ينفع الطاولة الضلاشير. خليكم شباب، طولوا بالكم وتطلعوا في طول حلقة. طولوا بالكم.